السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا النهارده هنعمل مع حضراتكم احلى طاجن جمبري بالخلطه، انما عظمه هتدمنوه. واثقه ان شاء الله ان هو يعجبكم بالطريقه دي اسهل ما يكون. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. احنا هنا معانا كيلو من الجمبري. كان الجمبري هنا وسط. بصوا يا بنات، متنضف ومتشال منه هنا الخيط الرملي. كان نفسي اوريكم، بس انا هقول لكم بيتشال ازاي. كان نفسي اوريكم الخيط الرملي بيتشال ازاي. هاتي اي ستيك او خل عند حضرتك وسيبي اول مربع. بصوا يعني اول هتلاقوا الجمبري بتبقى مفتوحه كذا فتحه كده. سيبي اول فتحه، تاني فتحه، تالت فتحه، اسحبي منها الخيط الرملي. هيتسحب منك بكل سهوله عشان ما يتقطعش من حضرتك. طب بتغسليه ازاي يا رودي؟ انا بغسله بالميه بس. الجمبري مش محتاجه بنات اكتر من ماء جاري، تغسليه اكتر من مره هيبقى زي الفل. هتحطيه في مصفى وهتركنيه على جنب. حلتك، جريلك، طاستك، اي حاجه عند حضرتك، هتنزلي بمعلقه من الزبده، معلقتين كده من الزيت، وهنزل بالجمبري طبعا على نار عاليه جدا. بنعمل بنديله صدمه. بصوا يا بنات، الاكله دي كلها هتاخد بالظبط 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير. هنا انا نزلت بالجمبري على نار عاليه زي ما قلت لحضراتكم، بديله صدمه. قد ايه يا رودي؟ دقيقه، يعني 30 ثانيه، دقيقه. المهم تقلبي تقلبتين، هيبتدي خلاص هيميل للون، يعني مش هيكمل معانا اللون. انا بديله صدمه وبخرجه. هنا الحله كانت صغيره فحطيت بقيه الجمبري. تقلبتين كده هنديله صدمه وهنخرجه هو كمان. بس كده هنجيب بقى نفس الحله وهي سخنه جامد كده. هننزل بمعلقه من الثوم. طبعا بعد ما حطينا معلقه من الزيت ورحنا جايين حاطين المعلقه من الثوم، انا ما بسيبهاش تتحمر، انا بسيبها بس بشم ريحتها. بنزل ببصلتين كبار متقطعين جوليان و... وثلاث قرون فلفل كده. يعني الفلفل بيبقى سبايسي وبارد، ولازم بيبقى سبايسي يا بنات، بيدي تيست عالي جدا في الاكله دي. بقلب تقلبتين، بيبقى عندي نص كيلو من الطماطم ابشرها او اضربها في الكب. انا ما بسيبش الخضار، يعني مجرد ان هو يدبل بس. هنزل بنص طماطم، نص كيلو طماطم ومبشور، انا ببشره وبنزل بيه وبحيقه بقى. هنحيقه بايه؟ الجمبري ما بياخدش غير كمون، كزبره، ملح، لو في شويه بهارات سمك. مفيش يبقى بس. يعني هو اهم حاجه معلقه من الكزبره، معلقه، نص معلقه من الكمون، انا بتكلم في المعالق الصغيره. ممكن تحطي ربع معلقه توم باودر، بصل باودر، بس لما مش اكتر من كده. ممكن تكتفي بالكمون والكزبره. هنقلب كويس مع طبعا الملح هنظبطه. هنقلب تقلبتين، لو في معلقه من الصلصه هنحط وهنقلبه وهننزل بالجمبري. بصوا هنقلب تقلبتين كمان 5 دقايق. هنا الجمبري كده حضرتك ممكن تاكليه 5 دقايق بالظبط مع الخلطه القمر دي. ياخد ويدي كده مع بعضه بشكل ودي، هتحسي كده خلاص الوصفه خلصت. انا هنا عشان هدخله الفرن هنزل بكوبايه من الماء الساخن. حلو. كوبايه، ممكن حضرتك كوبايه لكوبايه ونص. ليه يا رودي؟ عشان يبقى في صوص كده حضرتك ممكن تاكليه مع الرز. انا هنا كمان نزلت بقرون الفلفل السبايسي، انا بحب احطها صحيحه كده. خلاص هو خد 5 دقايق. هنبتدي اهو، خد كله. حضرتك ممكن تغرفيه او تقدميه بالشكل ده. هنا عشان انا دخلته نزلت بالميه وهحطه في الطاجن. بياخد قد ايه في الطاجن؟ مش اكتر من 10 دقايق. يبقى هنا 10 دقايق على النار و10 دقايق في الفرن. بحط 5 دقايق، احط 5 دقايق تحت يعني في الرف اللي تحت، وبعد كده بنقله 5 دقايق على الشوايه. اخر حاجه بحطها رشه من الكزبره وممكن شبت. يعني انا كنت هنا خرطت شبت على كزبره واديته رشه كده فوق الوش، وتغرفيه وتقدميه بألف هنا. بصوا هنا كان قبل ما ادخله الفرن. دخلته هنا الفرن 10 دقايق بالظبط. طلع بالشكل القمر اللي حضراتكم شايفينه ده. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير يا بنات. اللايك عشان ده اللي بيرفع الفيديو. يلا بقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.